أهم الفترات التاريخية لنادي الهلال. أولا فترة الخمسينيات والستينيات تعتبر من أهم الفترات في تاريخ فريق الهلال، فقد حقق الفريق فيها لقب 6 ألقاب دوري، كما خاض فيها العديد من المواجهات الدولية والإقليمية. في عام 1954 واجه فريق بناثينايكوس اليوناني وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف. كما فاز أيضا على أرميرا النمساوي في نفس العام ب3 أهداف مقابل هدفين. في عام 1955 فاز على فريق الأهلي القاهري، وعام 1956 فاز على فريق ريد ستار الروسي بهدفين مقابل هدف. وذاع صيت الهلال كثيرا عام 1963 بالتحديد في 7 يونيو عندما تغلب على فريق فاسكو دي جاما البرازيلي بهدفين مقابل هدف. وشهد تلك الفترة خوض المباراة الشهيرة ضد فريق سانتوس البرازيلي بقيادة بيليه الذي زار السودان ولعب ضد الهلال في استاده، وفاز فريق سانتوس بهدف وحيد.